فاكرة جدتي كانت دايما تقولي مش كل قعدة تريح، في قعدات بتسحب من الروح. كان عندها جارتين، واحدة ما تقعدش إلا وهي بتحكي عن اللي عندها، بيتها، دهبها، عيالها، أكلها. تطلعي من عندها وانتي حاسة إن اللي في إيدك قليل، وتسألي نفسك هو أنا مقصرة؟ مع إنك كنتي راضية قبل ما تسمعيها. والتانية العكس تماماً، طول الوقت شكوى، تعب، هم، قلة حيلة، ظلم الدنيا، ولا مرة تذكر نعمة، ولا مرة تقول الحمد لله. جدتي كانت تقعد معاهم وترجع بيتها تقيرة، مخنوقة، من غير سبب واضح. فمرة قالت دول مش ناس وحشة، بس كلامهم بيوجع. ومن غير خناق ومن غير قطيعة ابتدت تقلل القعدة. السلام موجود، السؤال موجود، الواجب موجود، لكن المساحة بقت محسوبة. وقالت جملتها اللي عمرها ما سابتني: الجار له حق، بس أنا كمان ليا حق على نفسي، وما ينفعش أسيب حد يسرق راحتي باسم الذوق. ومن ساعتها فهمت، مش كل حد قريب منك في المكان لازم يكون قريب منك في القلب. وحماية النفس مش أنانية، دي حكمة.